السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بخير. وحشتوني يا احلى اخوات في الدنيا. لو اول مرة تشوفي قناتي يا ريت تنورنا بالاشتراك واللايك من ايديك الاحلى واحلى. النهارده عندنا يومنا كده عبارة عن المطبخ بس. النهارده بقى نجيب شوية مشتريات واقول لكم اسعارها. ويومنا النهارده كده فيه تفريزات وفيه كمان كل حاجة، يعني عبارة عن المطبخ النهارده بس. يلا بقى نشوفوا بقى يومنا ازاي هيمشي مع بعض. الصبح بدري نزلت الصبح بدري، كانت الساعة 8:30 كده. نزلت السوق بصراحة، قلت اجيب الحاجة كده طازة كده وجميلة، اخد وش السبت كده ايه بخيره. جبت هنا بقى، كانت الطماطم جميلة هنا عجبتني. جبت 3 كيلو من الطماطم، سعرها كان الكيلو ب10 جنيه. يعني هي بتبدأ تغلى ومرة بترخص، يعني بصراحة لما بلاقيها بترخص ببدأ اجي شوية طماطم كده حلوين مستويين عشان ابدأ افرزهم. طبعا هنا بتسهل معايا الموضوع جدا الطماطم اللي انا بسبكها كده. جبت هنا كمان كيلو ونص من الفلفل، الكيلو كان ب10 جنيه. جبت هنا كيلو الا ربع من البتنجان الكوبي، احنا ملناش فيه قوي، يعني عبارة عن بعمل مثلا مسقعة، هعمل مثلا حاجة بتنجان باللحمة كده، يعني مش هبقى كتر. طبعا هنا جبت كمان نص كيلو من البتنجان العروس، الكيلو هنا سعره كان ب10 جنيه. جبت نص من ده ونص من ده. جبت هنا كمان 2 كيلو من العنب، الكيلو كان ب35 جنيه. طبعا يا جماعة السنة دي الفاكهة غالية جدا جدا. وكمان التفاح برضو سعره كان ب35 جنيه. طبعا سعره كان عالي بصراحة. وفي نفس الوقت اللي هو كانت فيه حتة بايظة وفي نفس الوقت فيه حتة مستوية. والليمون برضو اليومين دول غالي جدا، جبت النص كان ب15 جنيه. وبصوا انتوا شايفين بقى حتة ايه، فيها يعني لدعة كده بس فيها مية في نفس الوقت. جبت هنا بقى البطاطس دي كانت جميلة جدا جدا، الكيلو كان ب15 جنيه. جبت 2 كيلو. جبت كمان هنا 5 كيلو من الطماطم المستوية، قلت عشان افرزها بصراحة، عشان الطماطم بتبدأ مرة واحدة بتعلى ومرة واحدة بتبدأ ايه ترخص يعني. حبيت اجيبها كده حمرا كده وجميلة، قلت ايه هعملها صلصة بصراحة. جبت هنا كمان كيلو ونص من الخيار، الكيلو كان ب10 جنيه. كان في اللي هو ب20 جنيه كان الصغير. يعني هم بينقضوا الحاجة وبيخلوا الكبير وبيخلوا الصغير. بصراحة جبت اللي هو ب10 جنيه، قلت كده كده ايه، بنقطعوه سلطة او بنقطعوه شرايح وكده، يعني مش بحتاجه اللي هو مثلا سندوتشات في اللانش بوكس بتاع الاولاد والكلام ده. لا لسه ما فيش مدرسة بقى، لسه الوقت بدري. طبعا هنا بقى جبت برضو المخمرية دي جميلة جدا جدا بالعود، ريحتها بجد يا بنات فظيعة، بتقعد كده في الجسم اليوم كله. طبعا هنا المختومة دي هي الأصلية. طبعا هنا دي سعرها كان جايباها ب35. بس بصراحة الأصلية في منها اللي هي ب25، بس الصراحة مش الأصلية. طبعا جبت كمان المناديل اللي هي الفانيليا، جبتها دي ب28. والتانية اللي هي المبللة دي جبتها ب35 أو خمسة يعني ب40 أو ب35. طبعا هنا بقى دي كانت مشترياتي النهاردة. بصراحة أنا بحب أجيب حاجتي لمدة أسبوع 15 يوم، ما بنزلش كتير بسبب البنوتة. هو اللي بنزله بس بنزل بس المحل اللي أنا هقف فيه، بس من ناحية سوق بجيب حاجتي كده مدة أسبوع بحطها عندي في التلاجة. كمان حاولت كده جبت التومين، قلت قبل إيه ما الشهر يخلص كده وابدا انسى التومين. رحت جايبه بقى التومين، عباره عن احنا نفرين بس في التومين، عباره عن ازازتين زيت واتنين سكر وكيسين مكرونه. ده التومين بتاعنا. طبعا هنا ببدأ احط الحاجة عندي في كرونات كده، او البتاع اللي التلاجة ببدأ احط الحاجة بس بغسلها الاول بصراحة. عندي العنب نقعته عندي في خل ومية، سبتهم كده في الخل شوية عشان ايه لو في بقى اي حاجة بتبدأ تطلع كده وبتتعقم من عندي من الخل. طبعا هنا ببدأ ارص بقى الخضار بتاعي. البتنجان بصراحة مش بغسله هم ولا الفلفل، عشان بس ايه يعني ما يتبلوش معايا، يقعدوا كده طازة في نفس الوقت. طبعا هنا بصوا الخيار بقى زي ما انتم شايفين، هو فيه صغير وفيه كبير، بس ايه يعني حلو عن اللي هو ب20 بصراحة. طبعا هنا يعني السعر بقى وكده. طبعا هنا خلاص ببدأ اغسل الحاجة وبسيبها تتصفى كويس جدا قبل ما احطها في التلاجة. وببدأ ارص حاجتي بقى في التلاجة، وكون ماسحة التلاجة وببدأ ارص حاجتي تقعد معايا لمدة اسبوع. طبعا هنا برضو التومين هبدأ ارصه، وهنا جبت صابونة بريحة كانت ب15 جنيه سعرها. وجبت كيس عجينة قلت عشان لما اغسل. طبعا هنا خلاص بقى رجعت الحاجة مكانها ومسحت الرخام عندي كويس، كان ما فيش غير يعني كام طبق كده عندي في المواعين، قلت اشطفهم بقى بالمرة كده وابدأ ايه هفرز الطماطم معاكم. جبت هنا ساعتها 5 كيلو من الطماطم، بس صراحة سعرها مش كان ب10 جنيه، كانت اللي هي الناشفة دي الحلوة
كان سعرها ب10 جنيه. جبت اللي هي المستوية، جبتها السعر بتاعها كان عطتها لي بصراحة الكيلو ونص ب10، يعني حلوة عن التانية بصراحة وكده، مستوية وكده. قلت بتنفع بصراحة لما بعملها، بتسهل معايا موضوع جدا في الأكل، وفي نفس الوقت بتنجز معايا. يعني بفرزها كده، يا دوبك اخدها مثلا هعمل تقلية، يا دوبك اتبل البصلة وببدأ احط عندي الطماطم. في نفس الوقت هعمل صينية بطاطس، يا دوبك بطلع برضو الصلصة بتفك، وببدأ احطها على صينية البطاطس او صينية الفراخ. طبعا هنا بقى خلاص كده ببدأ عندي بقى كام طبق كده، كنت عاملة فيهم رز بلبن قبل كده. طبعا هنا بقى ببدأ ايه الم بقى المواعين والطواجن وكده، وابدأ ايه اشطف بقى ايه المواعين وكده، وابدأ ادعك الحوض عندي والمع الدنيا. طبعا لما الحاجة ما بتتكومش كده بحس ايه الحاجة بتنجز معايا، وفي نفس الوقت ما بتعبش خالص. بس والله اللي بيخليني بكوم الحاجة كده وبتعب، وناس كتيرة بتقولي انتي معفنة، انتي مكركبة الدنيا. والله يا بنات انا ايدي الحمد لله في الحاجة، بس المشكلة والله اللي تعبني من ناحية بنزل المحل وبطلع. طبعا 3 اولاد برضو سنهم يعني مقرب لبعض، يعني سن الصبيان ده صعب جدا، اللي هو لسه السن الصغير ده، يعني برضو العيل عايز يخلص اللي في دماغه، بيبهدل الدنيا، مفيش نظام. لا يعني من ناحية كده يعني صعب الدنيا مع الأولاد وكده. طبعا خلاص كده هنا بقى شطفت الدنيا ورتبت الدنيا، وساعتها بصراحة يعني عملت غدا سريع كده بصراحة، اللي هو عملت ايه حمرت بطاطس، جبت بيض وعملت جبنة وكده. يعني الحر، الجو حر جدا، مش عايز طبيخ خالص. من ناحية طبيخ بقى والحاجات دي لا الواحد بجد يعني من الحر مش قادر، هو يا دوبك بيحمر شوية بطاطس بطيخة مع حتة جبنة بيض كده، الواحد بيقضي اليوم. طبعا هنا صراحة جبت ال5 كيلو الطماطم دول، واخت جوزي هي وجايه بصراحة جابت لي برضو 5 كيلو، كنت قطعت دول، وساعتها التانيين كانوا متسبكين رحت حطاهم عليهم برضو، سبتهم يتسبكوا تاني كويس، وبجد بينفعوني جدا جدا في الفريزر. طبعا هنا خلاص ببدأ اشيل بقى الحتة اللي هي من فوق اللي من ناحية الزرة، لو فيها حتة تانية مثلا مش كويسة كده مستوية، او فيها حتة مش بايظة كده، ببدأ بصراحة اشيلها كده بالسكينة، وببدأ ايه احط لهاش ميه ولا اي حاجه، اسيبها يا دوبك تتسبك. وهنا خلاص كده كنت داعكه بقى المواعين وسبتها تتصفى كويس جدا. انا اهم حاجه بصراحه بحب اخلي المواعين تتصفى قبل ما احطها في دولاب المطبخ، عشان ما يعملش معايا صراصير او ريحه، او عندي المواعين تبوظ. طبعا شطبت المطبخ زي ما انتم شايفين كده، والطماطم اتسبكت، بحس براحه نفسيه جدا لما المطبخ يبقى نضيف كده ومفيهوش مواعين، بجد بحس براحه نفسيه. طبعا هنا سبت الطماطم تبرد، ورحت ضربها بالهاند بريندر عندي كويس جدا لغايه لما تنعم. طبعا هنا بصراحه مش بحب اخليها بقشرها اللي هو بالبذر بتاعه والتفل بتاعه كده، لا مش بحب خالص، بحب اصفيها كده، بخليها طماطم صافيه كده وجميله، بجد بقى طعمها حلو قوي في عندك في الاكل من غير الشوائم دي. انا عامه لو اولادي لقوا شوائم ولا حاجه من الطماطم بيبداوا ما بيرضوش ياكلوا من ناحيه الاكل، وانا من ضمنهم بصراحه، يعني انا مش بحب كده خالص. طبعا هنا بقى رجعت الطماطم تاني في الحله، وببدا احط معلقتين كده من السكر، و تقلبيهم. بعد كده قبل ما بتغلى معاكي تروحي حاطه ملح وفلفل، ما بتحطيش ملح، تحطي فلفل اسمر وكزبره ناشفه وشويه كده من البابريكا. لو عندك الطماطم بيضه بتبداي تحطي شويه من البابريكا، وتسيبيها تغلى كده مره واتنين وتلاته، وبعد كده تسيبيها تبرد خالص، وتروحي حاطه لها حبه زيت كده، يعني زي ربع كوبايه من الزيت او كوبايه من الزيت حسب كميه الطماطم، وتروحي تسيبيها تبرد خالص، وتروحي مكيساها، بجد تقعد معاكي من السنه للسنه تجرالهاش اي حاجه، وريحتها كده محتفظه بنفسها. بجد كانت طريقه فيديو النهارده، لو عجبكم حطوا لايك.